انا كمواطن مصري حصل مشاكل في بلدي، عملت اضطرابات، اثرت عليا في امني وامن اسرتي، ومن حقي ان انا اتكلم كمواطن مصري. هو ما فيش حد انا ما اتكلمتش في السياسه. طب وليه بتطالب انه الناس تشوف وجهه نظرك بس وتبقى هي الوحيده الصحيحه وان الناس تمشي وراها؟ انا بعد ما كلامي خلاص كله اتحقق، انت ما ينفعش تسالني السؤال ده. ليه ما ينفعش؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان انا قلت هيحصل 1 2 3 4، وانت بسببك وسبب اصحابك واصدقائك وكل النوعيه بتاعتك دمرتوا بلدي واثرتوا عليا واثرتوا على شغلي واثرتوا على اسري، وتسبب ان في 25 جندي مادي ما حصلتش من ايام نكسه اسرائيل، وتسبب ان في ناس كتيره ماتت بسبب حضرتك وافكارك وسبب افكار اللي زي حضرتك. بسبب حضرتك وافكارك مش في ناس ماتت، مش في 25 ماتوا. انا قعدت 30 سنه. انا عايزه اسالك سؤال. اولا تضيف انا قعدت انا مش حبيبتك. انا مش حبيبتك. ثانيه واحده. انا قعدت ثانيه واحده. لا ثانيه واحده. انا قعدت 30 سنه مفيش 25 جندي ماتوا. 25 سنه مفيش 25 جندي ماتوا في رقبتك، في رقبه كل واحد نزل وما عملش كنترول على نفسه وسكت في اللحظه اللي المفروض كان يسكت فيها. يسكت على فساد مبارك وكل ايام مبارك. حضرتك اللبس اللي انت لابساه ده كله سنين عملتيه في عصر مين؟ عملت ايه؟ عملته في عصر مين؟ في عصر مين؟ وحضرتك لابس فلوسك عامله ما انا عشان كده راضي بالعصر. انا راضي بيه. في غيرنا ما كانوش لاقيين ياكلوا. طيب يبقى ما تتكلميش عنهم. خلي الراجل اللي هو بالعكس. خلي الراجل. وبعدين في فرق، انا ما خدتش ده من النظام. بصي ايمان انا اعرفك من يعني انت ايمان انا اعرفك من 15 سنه يا ايمان، ابتدينا مع بعض. تمام. فبلاش تقولي الكلام ده دلوقتي. شغلي احنا ابتدينا شغلي بالظبط. علمي كل الشباب. في غيري ما عرفوش يوصلوا. علمي في غيرنا ما عرفوش يوصلوا. يبقى انت كده بتعملي ايه بقى؟ في العشوائيات، في غيرنا مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين يشربوا، في غيرنا مش لاقيين يتعالجوا. حضرتك بتاكل وبتاكل ولادك وانا باكل وباكل ولادي. في ناس ولادها بتموت لانها مش لاقيه علبه لبن، مش لاقيه تتعالج. لما يكون نظام مبارك النهارده نظام موجود، مفيش تعليم ومفيش صحه ومفيش فلوس ومفيش عداله اجتماعيه، ما تجيش تقولي ان هو نظام سليم ويبقى بتطالب الشعب المصري كله ان هو يسمع كلامك ويقول لك يعني عشان تقول لي انا عملت يا فندم. فسر يا متعلمه. مش بفسر، انت المفروض قولي يعني ايه عداله اجتماعيه، يعني ايه عيش، ويعني ايه حريه. حضرتك حد بيحبسك ايام حسني مبارك؟ ما حبسنيش، حبس غيري. بلاش ما ممكن يحبس لغه البغبغانات دي. مش بغبغان، ممكن يحبس ابني. لا هو انا عشان انا ما شخصيه واقعيه. لغه البغبغانات دي اللي انا بشوفها على الفيسبوك واشوفها مع كل الاشكال دي بلاش منها. يعني ما تقولش لي ما حبسنيش انا بس عمل مع غيري كده. القانون قانون، 1 زائد 1 يساوي 2. غلطت هتتحاسب. اين كان القانون وقت المباراه؟ بصي يا حبيبتي، لو عايزه تصلحي المجتمع اديك الحل بس عشان انت مش حبيبتك وانا ما بصلحش المجتمع. طيب يا ايمان طيب يا فندم، انت عشان حضرتك تصلحي المجتمع لازم يكون عندك تعرفي الفيروس فين. عشان تصلحي مجتمع. الفن هو السبب يا فندم. الفن اللي انت الفن هو من يصنع الواقع. انت بتتكلميش عن عمرو مصطفى. عمرو مصطفى صنع خلاص. انت عملتي ايه في حياتك؟ انت عملتي ايه للمجتمع؟ انت مالك ومالي؟ انا ما عملتش اي حاجه يا سيدي. طب وانت مالك ومالي انا كمان؟ خلاص ما تقوليش وانا بقول انا احسن واحد في الدنيا. يا سيدي قول لي انا اول ما قلت لك انا مواطن مصري. عملت ايه عشان الشعب المصري كله يسيب ثورته ويمشي وراك؟ انت شكلك عايزه تعملي حلقه عشان يا سيدي ولا اي حاجه ولا اي حلقه يا سيدي. خلاص انت مدخلني انا طرف في الموضوع وانا بره الموضوع. انا مش مدخلك طرف في الموضوع. انت عايزه تعرفي الحل حبيبتي كالاتي، وحبيبتي دي على فكره بقولها للناس كلها. طب نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه. انتظرونا واختيار عمرو مصطفى.